سنور 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 والهنا على الموجودين هنا. سنور والسعادة على سكر زيادة. خميسكم ونيس وأحلى خميس. فاضلي 3-4 أيام وأدخل في وقت الجد علشان هيكون سفري قرب، ففي تحضيرات، في تجهيزات، أكيد هنبقى فيها مع بعض على طول. بس خلي بالكم إن في دوام وفي وقت قصير، بس في هوليداي، عندنا اجازه 4 وخميس وجمعه وسبت، بس انا هبقى مداومه يوم فيهم. فبقيه الايام هنكون مع بعض، هنرتب الشنط سوا، هندي افكار، هندي حاجات كتير قوي زي ما انتوا طلبتوا. كلكم طلبتوا، كنت عامله فوت قلتوا لي احنا عايزين نجهز معاكي او نجهز معاكي للسفر. فحتى اللي مش هتسافر عندها استعداد تبقى معايا وتعيش حياتها معايا. بما ان النهارده الخميس الونيس، وانا النهارده كان عندي شغل بس الصبح، فانا بعد الظهر وولادي النهارده نازلين مع اصحابهم وانا لوحدي، فقلت بدل ما اقعد في البيت انزل اتمشى شويه. واكيد ماليش غيركم غير ان احنا نرغي مع بعض. وامبارح كتبت لكم بالليل قبل ما انام اسالوني، فجالي سؤال هقوله لكم بس بعد ما احط البيبي كريم معاكم. انا رسمت حواجبي، حطيت سان سكرين، وحطيت ليب بالم، و حطيت كريم مرطب. بصوا هو بيعمل لمعه كده وفي اويل شويه، انا حباه بصراحه، بس انا بحب قوي احطه بالليل. دلوقتي لقيت بشرتي ناشفه جدا فحبيت احطه. اسمه كافيار نايت كريم من براند اسمه زارتوكس. ده البراند اسمه زارتوكس. هم مش معروفين قوي لسه، ما خدوش الاسم الكبير في الكويت، بس انا بحب الكافيار بتاعهم لان بشرتي جافه جدا. بصوا شكل الكريم عامل كده اهو. تحسوا حتى فيه اويل، يعني في معرفش الكافيار حلو للبشره ولا لا، بصراحه انا مجربتش، بس انا بقالي فتره بستعمله، بس ما بحطوش كل يوم عشان بحس انه اويل. تعالوا بقى نجاوب على الاسئله. جات لي اسئله كتير، مش من العاده ان انا احط اسالوني ويجي لي اسئله كتير، ده معنى ان في متابعين جداد وصلوا عندي. شرفتوني، وفي ناس كتير كلموني على الخاص اول مره يبعتوا لي كومنتس او اسئله او كده، فانا مبسوطه جدا بكل المتابعين الجداد واهلا بيكم وشرفتوني، بحبكم جدا. انا بس كنت بتكلم على الزارتوكس. البراند ده مش وحش، الكافيار بتاعه حلو، بس عايز يعني النوع ده بالذات النايت كريم عايز يبقى نايت كريم، ما ينفعش تحط بالنهار. انا حطيت بس نقطتين منه على الجبهه لاني لقيتها ناشفه قوي، مع اني بشرب ميه بس معرفش عندي جفاف فظيع. فخليني بقى نتكلم. واحنا بنحط البيبي كريم النهارده هحطه من بورجوا، والدرجه اللي انا مختاراها دارك 03. شوفوا السؤال كده، اقروه وتعالوا مع بعض واحنا بنحط نتكلم. ادري سؤال غريب، ادري ان هو سؤال غريب. هو عشان كده بقول لكم متابعات جداد من جنسيات مختلفه. كاتبه ليه ما فكرتي تجيبي بنت واعتذر اذا في اي احراج؟ لا طبعا ما فيش اي احراج. سؤال يعني لمس قلبي، ومش بس لمس قلبي، المتابعين لما يحسوا ان هم منك او ان انت شفافه قوي معاهم فيبداوا يسالوا اسئله حب. دي مش اسئله فضول، انا شايفاها اسئله حب. حاسه ان انا بحب البنات. طيب انت ليه ما جبتيش بنت؟ اولا حته بنت وولد دي اكيد تبقى من عند ربنا، دي حاجه مش بايدي اكيد، بس هي تقصد انك ما حاولتيش مره ثالثه. يعني انا عندي ولدين، ما اعرفش هي تعرف ولا لا، انا عندي ولدين، ولد 17 سنه والتاني 14. الولد الاولاني الناس طبعا اللي داخله ما تعرفش، في اسئله فعلا بتبان انها فضول، وفي اسئله بتبان ان هي عايزه تطبطب على قلبك وتقول لك انت ليه ما عندكيش بنت. والله انا كان نفسي يكون عندي بنت. انا لما جبت الولد الاولاني محمد اللي هو ميدو عنده مشكله، فلما ميدو طلع عنده مشكله عرفت انه عنده مشكله بعد ما جبت التاني. يعني انا جبت مهاب، انا عندي محمد ومهاب. مهاب جه بعد ما محمد بقى عنده 3 سنين ونص، فجبت الولد التاني. وفي الفترة دي وهو عنده 3 سنين و7 شهور أو 8 شهور عرفنا إنه عنده مشكلة. ما كنتش عارفاها، أو كنت بحاول يعني معرفهاش، أو بحاول أستنكرها. فلو كنت عرفت إن محمد عنده مشكلة قبل ما أجيب مهاب ما كنتش جبت مهاب. مش هنكر إن أنا كان نفسي في بنت وكان نفسي في بيبي تاني، بس خفت يطلع عنده نفس مشكلة الولد الأولاني.
ف سؤالك جميل ولمس قلبي، وحسيت ان انت زي عارفه زي امي كده. امي واختي على فكره دايما رشروش تقول لي كان نفسي تجيبي حد او تجيبي حد تالت يسند ميدو، لان ميدو لوحده وعشان ظروفه، ممكن اخوه علشان الدنيا والظروف، وممكن يتجوز واحده تشغله، ممكن يسافر، ممكن يروح بلد تانية، ممكن يتجوز واحده مش عايزاه يعمل علاقات مع اخوه، او اخوه عشان عنده مشكله مش عايزه يعني. دايما اختي تسالني وتقول لي يا موني كنت تجيبي حد تاني، كنت نفسي تجيبي حد حتى لو ولد مش مشكله زي ما يطلع، بس يبقى في حد يساند مهاب يعني، ما يبقاش هو لوحده اللي شايل المسؤوليه. انا بحط البلاشر من كيكو، ده بلاشر كريمي. دايما رشا كانت تقول لي كنت جبتي حد تاني، كنت جبتي حد يساعد مهاب عشان يبقى واقف جنب اخوه، لكن كنت خايفه يطلع الحد التالت او البنوته يعني تيجي يبقى عندها نفس مشكله اخوها الكبير، فانا هيبقى يمكن الولد اهو ولد، ربنا يا رب يقدرني واكمل معاه مشوار، لكن البنت كانت هتبقى بالنسبه لي صعبه جدا. فشكرا لسؤالك، ويا رب اكون رضيتك، وادعي لي. انا بقى عوضني بالبنات عشان تبقي عارفه لو انت متابعه جديده، انا عندي بنتين بنتين تبع اختي، يعني عندي اختي دي بنتي الكبيره اللي انا ما خلفتهاش، بس هي بنتي واختي وحبيبتي، وبنتها اللي هي سما بنتي برضو. يعني دول 2 بنات اللي هم الكبار او الاولانيين. البنتين التانيين عندي اخو جوزي عنده برضو بنات، عنده بنتين بعتبرهم برضو بناتي. حاسه ان ال3 بنات او ال4 بنات دول اختي، وال3 بنات اني لو كبرت البنات دول يمكن لما اكبر اكيد هحتاجهم، يساعدوني، يشيلوني، يجيبوا لي الادويه، يودوني للدكتور، هحتاج حد يساعدني، اكيد هيكونوا جنبي. بلس ان لو مراتات ولادي كويسين وهيحبوني اكيد هيبقى عندي بنات كتير. فدعواتك اني اكمل حياتي من غير ما يكون في بنت من صلبي او من بطني او من قلبي، لكن وجود اختي وبنتها واخوات اخو جوزي ان شاء الله ربنا هيعوضني بيهم، واكيد هيعوضني عن حاجات تانية كتير. سؤال جميل، شكرا لسؤالك، ونكمل بقيه الاسئله مع بعض واحنا بنعمل ميك اب. بصوا جمال اسئله المتابعين، مش متابعين دول، مش متابعين يا جماعه، اخت، جاره، حبيبه، غاليه، مالك فيكي ايه؟ ليه حزينه؟ ما بحبش اشوفك كده يعني. طب اعمل ايه؟ قولوا لي اعمل ايه بالله عليكم. انا قلت لكم ده الفيلفت بلاشر من او فيلفت تاتش كريمي ستيك بلاش من كيكو، والدرجه دي انا بحبها جدا 06 تمام، بورجوا 03 عشان مش عايزين ننسى الميك اب. انا رسمت حواجبي بكيكو، القلم الحواجب اللي يعني بحس انه خفيف مش تقيل، بس مع لوك بالنهار، او احنا دلوقتي الساعه 4:30. بعد كده هحط هايلايت، انا عايزه اعمل فلولس، هاخد من احلى 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 على الاحلى زي ما بيقولوا عوضي، بتاع شيجلام، بحبه جدا وبحب اوزعه برده بفرشه شيجلام كده. احلى طبطبه والله، احلى طبطبه منكم، بحبكم قوي قوي، بحس ان انتوا حاسيني قوي قوي. مالي، انا مالي عندي مشكله بس مش بحب اقول كل مشاكلي غير لما تتحل، عشان او لما اتخطى الوجع، اتخطى الزعل، علشان ناخد من مشكلتي او همي او كده ناخد منها درس. انتوا عارفين انا دايما بطلع اتكلم عن الحاجات الحلوه اللي احنا بنعملها دي، لكن ده ما يمنعش ان احنا نطلع من المشكله بحاجه. ومش بحب اطلع وانا حزينه منها قوي، يعني احاول اتخطاها عشان ما اتكلمش وانا محبطه فاحبطك. خلي بالك ان الطاقه السلبيه لما بتيجي لو مجرد بتسمعي فيلم حزين بتقومي متضايقه ومخنوقه، فخلي بالك الموضوع ده مش حلو خالص. فانا عندي مشكله قربت قوي انها تتحل، وده يقيني عند الله سبحانه وتعالى. فهانت، انا عندي يقين انها هتتفك وانها هتتحل وهتمشي حلوه قوي ان شاء الله باذن الله. دعواتكم بس، وان شاء الله على الاسبوع الجاي هنعيش مع بعض احلى ايام. هبقى مبسوطه وانا معاكم، مبسوطه بان المشكله اتحلت،
لاني عندي يقين بالله سبحانه وتعالى انه هيفكها من وسع، لانه دايما دايما والله العظيم ربنا بيضايقها قوي قوي. انا متعوده على كده على فكره في كل حياتي. في جوازي انا اتجوزت وانا كبيره، ما كنتش صغيره، مع اني مثلا ارتبطت كذا مره واقول خلاص هتكمل، ما تكملش لاي سبب من الاسباب، بيبقى نصيب. اتاخرت في الجواز، سافرت ورجعت. كان نفسي اسافر في حته تانية غير اللي انا سافرتها. سافرت السعوديه قبل كده قبل الجواز، ما ارتحتش. طلبت من ربنا حاجات كتير كانت بتتاخر. فما تقلقيش يا احلى متابعه. ميرسي على سؤالك الجميل وعلى الطبطبه الحلوه. هانت، هتعرفوا كنت متضايقه ليه واتحلت ازاي، وهيبقى لسه في مشاكل كتير. وزي ما قلت لكم انا متعوده اني اتعب قوي واتوجع قوي وافضل الح 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 في الدعاء، والنبي يا رب اديني كذا، مع اني والنبي حرام، بس علشان خاطري انت، انا عبدك الضعيف، انا مذلوله لك، انا وانا عارفه ان ربنا هيستجيب، بس هو عايز يسمع صوتي، عايز يشوف دعائي وارتباطي بيه. وعارفه في الاخر اتجوزت، خلفت، عندي ولاد مش بنات، عندي هتلاقوا حاجه قصاد حاجه. يعني هو اعطاني ولاد، في ناس كتير بتفرح بالولاد اكتر من البنات، بالرغم ان هو اعطيني حد فيه مشكله، بس لا، عشان افضل ادعي، عشان افضل محتاجه له، عشان افضل دايما اقول له يا رب. فان شاء الله اوعي تيأسي ابدا مهما كانت المشكله، وادعي وقولي يا رب. تعالوا بقى نشوف السؤال مع بقيه البرودكت دي من ايسنس. ما اتكلمش عنها كتير، بس انا النهارده لو لاحظتوا اخده كل حاجات رخيصه، برجوا وتشيجلام والحاجات اللي هي الدراج ستور، فقلت اكمل بدي. يعني لو قلت لكم ان دي بديله حاجه انا لسه شارياها قريب. بصوا دي بلاشر، شايفين كام لون بلاشر؟ شايفين بني، بينك، موف. بستعملها ساعات وانا رايحه الدوام، حتى ساعات بحط فوق عيني منها يعني. فهاخد كده اللون، وكل لون له اسم، توتالي توستي. بصوا اللون ده كده، هاخد من دي. انا حطيت كريمي، بس هحط من دي كمان. شايفين بيجمنت ازاي؟ في ناس بتزعل من ان انا بطلع بحط اسمه ايه، الفلتر. هنشوفه يا مني، شيل لنا الفلتر. هشيله دلوقتي، حاضر. احمر بس خدودي شويه عشان تطلع لكم محمره، ما اطلعش بهتانه يعني، وتستحملوا بقى البقع والحاجات اللي عندي. انا بحط دايما الفلتر عشان نداري بس البقع. السؤال يلا اهو من غير فلتر عشان ما تزعلوش. شايفين البيجمنت بتاع البلاشر؟ بس الاضاءه مش عارفه ليه حاسه هنا مش حلوه، رغم اني مشغله الاضاءه كلها. شايفين اهي البلاشر. نعمل تاني شويه كده. بصوا بقى فيها هايلايت كمان، الهايلايت اهو. بس لازم اجاوب على ده، هو مش هو دعاء مع سؤال مع حب مع جبر خواطر مع كل حاجه. ما عنديش سؤال، بس انا بحبك، ربنا يسعدك ويكبر خاطرك ويرزقك من حيث لا تحتسبي. عايزه اقول لكم كميه الادعيه اللي بتجيلي الفتره اللي فاتت دي مش معقوله. يا رب يا رب يا رب، كل واحده بتدعي لي بظهر الغيب وهي ما تعرفنيش، ويا رب اكيد عشان دعواتكم دي وصلاتي ودعائي، عارفه ان ربنا هيطلعني من المشكله دي كده وهيحقق لي كل اللي بتمناه. شكرا على السؤال، شكرا على الحب والدعاء، وما تنسوش دايما تدعوا لي. اقول لك بقى الهايلايتر هنا اهو. نشوف السؤال ده الاول. لوز باودر للتثبيت تحت العين بيكون لونها ايه؟ لاني كنت فاكراها درجه واحده. بصوا، هو لوز باودر تحت العين عاده من يوم ما اتعلمنا الميك اب وخدنا كورسات كانت بتبقى اللي هي الشفافه. الشفافه بتكون احسن لانها بتثبت، ما تعملش خطوط، بتثبت لك الكونسيلر من غير اي حاجه. عندك مثلا لورا مارسيه، لو احنا اتكلمنا عن براند عالي شويه. عندك ميبلين. ميبلين هي اللي فيها درجات، اللي هي ثانيه اوريها لك، اللي زي دي كده. دي في منها الوان، وفي تاني في واحده تانيه ميبلين بيضه شفافه. وفي شيجلام هتلاقي برضو لوز باودر في منها درجات. فانا من رايي لو انت لونك محايد ولا سمراء ولا بيضه وعايزه بس لمجرد التثبيت مش التنوير، عشان في باودر تاني بناخد درجات افتح سيكه علشان ننور، خدي الدرجه اللي تناسبك، او خدي اللوز اللي هي الشفافه خالص، بتثبت وتدي تنوير من غير ما تبقي محتاره في الدرجه. يا رب. سؤال العدسات، انا عارفه ان هو في الفيديوهات الاخيره اللي عملتها في الريلز الاخيره بتاعت سيفورا اعتقد، هما كانوا نوعين. فيديو استعملت فيه اللي هو فيكتوريا، دي اسمها فيكتوريا، والدرجه بتاعتي اسمها مارون جراي.
اسمها كده مارون جراي. انا بحب الجراي قوي وبيليق على بشرتي قوي، هي واللون العسلي الخفيف قوي، تبقى العسلي اللي هي بتدي ضي. انا عينيا عاده مش الاسود البلاك قوي، فتحسوا ان ومش عسلي برضو، اللون الاسود الفاتح كده، ما اعرفش يسموه ايه. فلما بحط عليه الجرين، هو الجراي سوري الجرين ايه جراي، مارون جراي يعني، ما اعرفش ازاي مارون جراي، بس هي ده اسمها وده اسم البراند، اسمها فيكتوريا. العدسات كلها هتلاقوه في فيجن اكسبريس، ممكن تلاقوها في اي محل، في على بوتيكات اعتقد برضو. فيكتوريا دي انا كنت جايباها من مصر، فيكتوريا هتلاقوها في مصر، وكل البراندات دي موجوده في مصر. في بيلا حلو، بس انتوا سالتوا بخصوص دي بالذات. النوع التاني اللي لبسته في الفيديو التاني كان اللي هو اسمه هابا كريستين. هابا كريستين ده انا عندي 3 انواع منهم او 3 الوان، دول كانوا جايين لي بصراحه من موقع اسمه هابا، وعطوني منها كود خصم، كانت شركه يعني بعتها لي صيني على فكره، بس مش قادره اقول لكم كوري هابا كريستين اهي، هي معموله بالشقلوب بس هي هابا كريستين. عايزه اقول لكم كانت خفيفه، ما بتحسيش انك حاطه عدسات خالص. انا دلوقتي بلبس شويه نظاره في القرايه، فبخاف بقلل على قد ما اقدر ان انا البس العدسات، لانها بتعمل دراينس او بتعمل جفاف في العين. خلي بالكم ما تستعملوهاش كتير، ماكسيمم 4 ساعات ماكسيمم. فلو عندك حفله او حاجه، حتى لما تحطي ميك اب وكل حاجه بيحطيها بحيث ان انت ما تعانيش من جفاف العين. وانا ما زلت لسه بالبلاشر، عايزه اتكلم عنه كمان اكتر عشان الهايلايت. بصوا انا خدت الاول، انا استعملت الباودر طالما اتكلمت. بصوا تعالوا نشوف ده هايلايت من ايسنس، من البلاشر دي كلها كده على بعضها، كنت شاريها ب2 دينار ونص، بس من فتره طويله. اسمها عشان كلكم انا عارفه انكم بتسالوا لي اسمها الموني ولا اسمها ايه اهو، جيت وبعدين في لاف كده شيكي جيت شيكي. اوكي، ممكن تلاقوا بقى منها احجام شكل او بلاش اند هايلايت باليتس اهي، بلاش اند هايلايت. الهايلايت تحفه يا جماعه، الوانه بصوا فيه الموف، ده هايلايت وده بلاشر، 1 2 3 4 5 تمام، ودول الهايلايت. تخيلوا الهايلايت الموف ده هيبقى شكله عامل ازاي. فخلينا ناخد من الفاتح واللي هو الذهبي والسيلفر ده، بعمل كده دايما. بصوا ايه رايكم اهو، والله من غير فلتر وما عملتش لسه حاجه. قولوا لي افره بقى، قولوا لي مفره، قولوا لي مش عارفه ايه. بصوا انا عملت بس كده. تعالوا نروح الناحيه الثانيه من غير ما ناخد اهو. نرجع بقى للفلتر تاني عشان يبقى بس الاضاءه، مش عارفه ليه حاسه ان الاضاءه عندي غامقه، بتبقى بالليل احلى. تخيلوا ان عشان الاضاءه اللي ورا في الشباك دي بتختلف خالص. انا حطيت اهو بس الهايلايت اعتقد واضح حتى في الفلتر. اللي بيقولوا عليا جمالي وجمال بشرتي جت منين، فعرفت ايه السبب، من الفولتر. ماشي كده. حطينا كده احنا طبعا كل ده نازلين بعد الظهر، احنا بنرغي ونحل السؤال بقى، السؤال الصعب ده. ممكن ترشحي لي اماكن حلوه اروحها في اسكندريه ومطعم سمك حلو؟ احلى مطعم سمك بحبه، وانا مش يعني اصلا اسكندريه ما فيهاش مطاعم سمك كتير، لو حد من اسكندريه يدخل يقول لي. عندكم سيجال عنده فرعين، فرع في الدخيله، انتوا رايحين على الدخيله، وفرع التاني في ناحيه بقى سان ستيفانو والحتت دي، في يعني جليم سان ستيفانو هناك. في المطعم التاني وهو فيش ولا فيش ماركت، لا هو فيش ماركت اللي في بحري، عند عزه كده، وانت رايحه عند عزه وبحري على البحر. القعده بتاعته تجنن، بتبقي اصلا لما بتدخلي بتبقي قاعده وحواليكي البحر بتاع اسكندريه اللي على اصوله بقى. حته بحري دي منطقتنا، منطقه امي، مش منطقتي انا، منطقه امي اللي اتربت فيها. بحري، راس التين، الحتت دي كلها. عندك بس الاسعار، عشان لسه جوزي بره بيقول لي ما تنسيش تقولي له من الاسعار، زمان كانت حاجه ودلوقتي حاجه ثانيه خالص. هو عاده غالي سواء سجل او فيش ماركت، الاثنين غاليين. انت بتدخلي تشوفي السمك وبتوزني اللي انت عايزاه، حطي لي من دي سمكه، حطي لي من هنا، عايزه مثلا نص كيلو صبيط، بتختاري وبعدين بيبدا يعمله لك وانت قاعده بتستنيه لما يتعمل السمك. وده احلى حاجه في اسكندريه. بحبك يا اسكندريه وحشتيني. بس ده اكتر مطعمين انصحك بيهم. بس حضري السؤال مع الماسكارا. هنحط بقى الماسكارا، احنا حطينا خلاص كده البلاشر والهايلايت. يا رب ما اكونش مصدعاكم يوم الخميس، بس انا عارفه ان انتوا فاضيين، واللي نايم هيصحى يشوف الستوري بتاعتي.
هتكلم عن الماسكارتين. الماسكارا الاولانيه اللي هي تريتمنت واتكلمت عنها الاسبوع اللي فات، بتاعه كيكو، والثانيه من سيفورا. سيفورا اتكلمت عنها في منتجات سيفورا، فتعالوا نشوفها عشان تشوفوها على الطبيعه الاول قبل ما احط التريتمنت. المفروض احط دي الاول وبعد كده سيفورا، بس تعالوا شوفوا جمال الماسكارا. حبيت الفرشه بتاعتها اهي، بحب قوي الفرشه اللي هي بتبقى ببوز، بوز خد بالبوز كده. انا هحط بس مش هحط شاد ولا كحل ولا اي حاجه، بس شويه البيبي كريم. وده على فكره عاده بيكون مكياج وانا رايحه الدوام، لكن طالما نازله في الحر ده والساعه 5 لسه الشمس ما راحتش ومش رايحه مع حد، يعني رايحه جاست ان انا اتمشى. فبصوا جمال الماسكارا، في فرق بين دي وبين دي طبعا. شايفين الماسكارا دي سيفورا الموف، خلي بالكم النوع التاني لونه لبني او بيبي بلو الووتر بروف. زي ما قلت لكم ما بحبش الووتر بروف، بيقفش لي رموشي، ولما اجي اشيلها لازم تقع مني رمشه او رمشين. فده حطيتها كده من غير التريتمنت، وحطيت بس طبقه واحده. احط طبقه كمان، انا شايفاها حلوه قوي، سوادها حلو، بتطول وتكثف مع بعض بصراحه. انتوا عارفيني شاريها بفلوسي، دي اصلا سعرها 8، وكنت جايباها في التنزيلات الاخيره، ما كانش بلاك فرايداي، كانوا عاملين تنزيلات كده ملهاش اي معنى في النص كده، معرفش ايه السبب. اهي شايفين الماسكارا، حبيت. طيب لونك المفضل؟ انا بحب، السؤال صعب بس انا بحب الوان كتير، بس بحب الموف قوي، بحب اللون البنفسجي جدا، وبحب الاصفر اكتر لونين. العين التانية بقى هحط التريتمنت. المفروض ان انا قبل اي ماسكارا دلوقتي بحط دي وبحط عليها الماسكارا اللي هو بيقولوا عليه ان هو 30 days extension daily treatment ماسكارا، انك تحطيها كل يوم لمده 30 يوم فتعمل لك طول للرموش. وعلى فكره فيها لون، بس دي بصوا سيليكون، والماده اللي عليها مش كتير، فيها اسود يعني، فاهمين؟ شوفوا بقى التريتمنت لما بحطه كده لوحده، وانا وريتها لكم المره اللي فاتت، بس اللي ما شافش الستوري عشان الستوري بتتشال. هي بتعمل طول اصلا، يعني هي بتعمل طول لان هي بتعالج وفي نفس الوقت بتعمل طول، بس لسه ما شفتش منها اي ريزلتس. اوكي، عشان ما تقولوش انا قلت لكم روحوا جيبوها وبعد ما تشتروها ما تطولش رموشكم تقولوا لي ما عادش عجبوني. ايوه، ما انا لسه برده مش شايفه منها ريزلت، لاني ما استعملتهاش 30 يوم للامانه يعني. بصوا تحسوا كانكم حاطين ماسكارا، تحطوها نحط فيها بقى الماسكارا بتاعتكم. اكلتي المفضله السمك طبعا، بحب بحب السمك قوي قوي، وبحب الحمام المحشي، بموت في الحمام المحشي، ومحشي فريك مش رز، بحبه قوي. ده بالنسبه للي هو المين ديش. لو حاجه بقى التانية، بحب الايس كريم، بموت في الايس كريم جدا، اي نوع بقى من الايس كريم، بس السبيشال يعني بحب الكوفي، وبحب التشيز كيك اللي هو لما تيجي تختاري الايس كريم يعني، والسولتد كراميل. ده بالنسبه للايس كريم. واهم حلم حققتيه ان انا بقى عندي اولاد، لان جه عليا وقت لما اتاخرت في الجواز، جالي هاتف كده ان انا لو اتجوزت، حتى لو اتجوزت متاخر مش هلحق اجيب ولاد. فاحلى حلم حققته الولدين اللي عندي، ربنا يا رب يبارك لي فيهم. ما كنتش حاسه بطعم الحلم ده الا لما بيكبروا، كل ما بيكبروا كل ما بحس ان ده حلم، كان حلم طيف كده، طيف حلم، ولما اتحقق حسيته احلى حلم حققته. وحلم لم تحققيه للامانه كتير، بس الحلم اللي ما حققتهوش ونفسي احققه او لم يتم تحقيقه، ان انا كنت نفسي اكون حاجتين، يعني قلت يا دي يا دي. كنت نفسي اكون ضابط دكتور، يعني ابقى دكتوره بس في المستشفيات العسكريه، علشان اشارك في الحروب والحاجات دي. كنت نفسي قوي لدرجه ان انا لما خلصت كليه التمريض رحت الكليه اللي هي الكليه الحربيه، بيطلبوا دفعه من دفع التمريض ان هم يروحوا يقدموا عشان ابقى ضابط، وفي نفس الوقت بشتغل في المستشفيات العسكريه. فانا لما قلت كده يبقى احقق نص الحلم، اروح ابقى تمريض وفي نفس الوقت الكليه الحربيه، يعني اخد رتب وكده. للاسف ده ما حقق. الحلم الثاني اني اكون مضيفه طيران، عشان بحب السفر.
دي كمان نقطة، يعني ما كنتش تسأليني كمان ايه اكتر حاجة بحبها. بحب السفر جدا، فكان نفسي اكون مضيفة طيران. فعشان ابقى مضيفة طيران اعتقد ان انا ادخل كلية سياحة وفنادق، وده ما كانش ينفع، مجموعي اعتقد ما كانش يجيب سياحة وفنادق، وما جابش كمان كلية الطب يعني. ف مش عارفة اقول لكم ايه. كنت نفسي ابقى الحاجتين دول، يا اما دكتور ظابط، وعلشان اتجوز ظابط كان حلمي اتجوز ظابط. معرفش، هو ربنا برضو كتب لي خير الحمد لله واتجوزت طبيب. كان نص الحلم بس جاب من ناحية تانية يعني. والحاجة التانية نفسي احقق حاجات كتير، فادعوا لي اني اكمل في مشوار البلوجر ده، اوصل لكون بزنس وومن ان شاء الله، ومعاكم وبيكم، والعمر ماشي وانتم معايا. وميرسي على الاسئله الحلوه بجد، ميرسي. نكمل بقى المسكره وارجع. شايفين الاسئله؟ متابعه تانية او ثالثه عايزه اقول لكم اسئله كتير بنفس النظام ده. اللي مضايقك ما تتضايقيش، احنا بندعي لك، احنا بنحبك، بس قولي لنا ايه اللي مزعلك. عارفين السؤال مش فضول، السؤال تحسوا ان هو طب احنا ممكن نحل لك المشكله، طب احنا ممكن نساعدك. ربك كبير وهيساعد، وهتعرف والله هتعرف. وهيفرج كربي بوجودكم معايا وبدعائكم وبحبكم. والله انتوا بتقشعروا جسمي من الكلام اللي بتبعتوه ده اللي ظاهر قدامكم في البوكس بتاع اسالوني. عايزه اقول لكم يوميا والله بيجي لي الكلام ده. انا مش طالعه ولا اتفشخر ولا اتباهى، ولا حب الناس بالنسبه لي نعمه كبيره ربنا عطيها لي. متشكره قوي 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 انكم بتدعوا لي وحاسين ان انا متضايقه، رغم اني ما طلعتش قلت ان انا متضايقه. بطلع انبسط واضحك واهزر واحط اغاني وكل حاجه. انا حطيت الماسكارا والتريتمنت الاثنين، اوريكم دي كويس بس عشان تشوفوها اهي. دي التريتمنت بتاع الكيكو اللي لونها، خلي بالكم في واحده فضي وواحده ذهبي. الذهبي التريتمنت اللي بالنهار تتحط وانتي خارجه، واحد تاني قلت لكم عليها شفافه بتتحط بالليل. الريزلت معرفش كويسه ولا مش كويسه معرفش. ودي بتاعت سيفورا اللي اسمها بيج باي ديفينيشن. بيج باي ديفينيشن اهي، بيج باي ديفينيشن. اوكي، بعدك عني شغلني كسرني. ايام زمان ده، ايام الحب، ايام ما كان في حب. سامعين؟ هنحط الروج مع بعض. انا كنت حاطه الليب بالم بتاع كيكو، هي دي اسمها 3 دي، تدي جلوسي كده حلو. ممكن نمسحها. احط الروج، هحط من ميبلين، حبيته. في ميبلين تاني طلبته من اي هيرب والبوكس جه، هعمل لكم انبوكسنج اكيد في الويك اند دي، عشان جايبه حاجات ليا ولاخت جوزي قبل ما اسافر. دي نمبر 40 اسمها ويتي، بحبها قوي وبتليق على كل حاجه. ريحته خطيره، ريحته خطيره، تحسي عايزه تاكليه. الجلوس دلوقتي بقى ايه؟ نجاوب على السؤال بسرعه. يلا، حطيت الروج انا كده جاهزه. هلبس بس الطرحه انا بس عشان قاعده معاكم كده، فهلبس ان شاء الله طرحتي يعني. هصور لكم كل المنتجات اللي عملت بيها ميك اب الخميس الونيس. يلا، عاوزه مجموعه كويسه شامبو وحمام كريم وبلسم للشعر الجاف. بصي يا قمرايه، انا شعري جاف جدا تمام. بحب حاجات بوتس، هحط لك صورته او هوريهولك. حمام الكريم بتاع برضو بوتس، بحب بتاع الجوجوبا مع الالموند، ده حمام كريم حلو. وفي كمان براند اسمه مارك هيل برضو موجود جوه بوتس، خدي منه حمام الكريم والشامبو والكونديشنر. هما غاليين بس لو جاف قوي ومش بتعملي بروتين ومحتاجه علاج كويس، دول اكتر حاجه بحبها. البلسم اللي بستعمله من، استني هوريها لك، هجيبهم لك، هقوم اجيبهم لك. بصي يا قمرايه، دي مارك هيل، دي البراند اللي بحبه جدا، ده حمام الكريم. خدي بقى منه الكونديشنر وخدي منه الشامبو. البراند ده زي ما قلت لك
وحاولي تاخديه في العروض اهو. اسمه مارك هيل هايدريتنج تريتمنت فور دراي برايتل دامج هير، فور دراي اند دامج هير اهو. ده اللون الاسود ده واكتبي عليه مارك هيل وخدي منه الشامبو. في كمان منه السيرم علشان برضو يبقى كملنا اللاين. ده سيرم بعد الحمام، يعني بالس شامبو كريم وتحطي بعديه السيرم اللي هو الترطيب بعد الحمام. النوع الثاني اللي انا بستعمله لما تكون الميزانيه يعني، وهو عاده بستعمله على طول، الكونديشنر بتاعه الكونديشنر والشامبو اللي هو اسمه انتكتو او انسيتو، معرفش هو انكتو هو اسمه، دايما بتلخبط في اسمه. بالارجان، في بالارجان وفي بالشيا وفي بالكوكونات. انا ما بحبش الكوكونات، بحب الارجان الشامبو والبلسم. يا رب اكون جاوبت على معظم الاسئله. اعتقد لسه في اسئله تانية هجاوبها ليكم في الخاص، عشان في اسئله شويه كده مش عايزه اجاوب عليها دلوقتي از جنرال، لاني مأجلاها شويه، مأجله الاجابه قدام شويه. بس الحلو ان انتوا ايه يا جماعه، الجماحه بنت عمي بنت خالتي والله، ولا عندي، انا عندي بنات عمام وعندي ولاد خالات، بس مش خالات اخوات ماما، يعني ولاد خالة ماما ملهاش اخوات، بس ولاد خالتها عندهم بنات، عندها بنت، وعندي بنات عمام كتير، وعندي ولاد عمات، بس للاسف راح كله راح مع الوبا. يلا المهم هم عايشين وموجودين، ومعرفش بيتابعوني ولا لا، شايفيني ولا لا، حاجه ما تشغلنيش خالص. لو شافوني اهلا وسهلا، يعني اهلا وسهلا. فكل اللي انا عايزه اقوله ان انتوا عيلتي واخواتي وولاد عمي وولاد عماتي اللي انا مفتقداهم. انا دلوقتي ما عنديش غير ماما واختي واهل جوزي وبس. طبعا عندي شويه اصحاب غاليين على قلبي جدا جدا جدا، عمري ما هنساهم، وناس ليهم دور في حياتي وليهم علامه بحبهم، يعني بحبهم سواء قدام او جداد، يعني اصحاب عرفتهم هنا في الكويت او بره الكويت. لكن العيله الله يهون ويسامحهم. المهم حبيت بس اشكركم على الاسئله، ويا رب النهارده اكون دخلت بطاقه ايجابيه، وزي ما جالي الكومنت الجميل ده وانا بعمل الستوري انها يعني ايه بتحبني. انا بحبكم اصلا، بحبكم، ومش طالعه علشان ابقى مخصصه في حاجه منتجات وفاشن والكلام ده، لا احنا بنستفاد من بعض ونطبطب على بعض ونحب بعض.